تعالوا نعمل ونجرب مع بعضنا المكرونة التركي الترند، طبعا كلكم شفتوها. وهقول لكم بقى بصراحة هي تستاهل التجربة. انا جربتها لان انا شفت مكوناتها حلوة كده وجميلة وخفيفة مناسبة للحر. بس الطعم بقى في النهاية هقول لكم يعني هي ولا المكرونة المصري. وعملت كمان المكرونة المصري بتاعتنا الطبيعية خالص بالصلصة، وهقول لكم انهي واحدة الاجمل بكل صراحة في اخر الفيديو. تعالوا كده معايا. نص كيلو لحمة مفرومة، حطيت شوية من زيت الزيتون قبل ما يسخنوا قوي، نزلت عليهم باللحمة وزي ما انتوا شايفين خليت اللحمة تتشوح كده في الزيت شوية. هي الترند، الوصفة اللي معمولة في الترند معمولة بزيت الزيتون، فانا جربتها بزيت الزيتون. لو مش متاح استخدموا اي زيت عادي لو حابين تجربوها. ومعايا بصلتين كبار فرمتهم زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى كده بالتوابل. ومعايا قرن فلفل كده اختياري، اي لون متاح عندك حطيه. فرمته برضو وحطيته. حطيت فلفل اسمر، بهارات اللحمه شويه، كله ربع معلقه ربع معلقه، وشويه ملح صغيرين مش كتير. وحطيت كمان شويه بابريكا. التوابل بتاعتها بسيطه قوي، يعني التوابل المتاحه عندك فلفل اسمر، البهارات اللحمه اللي عندك الموجوده، او السبع بهارات، اي حاجه متاحه عندك. اهم حاجه طبعا الفلفل الاسمر، وحطينا كمان شويه من البابريكا. هسيبهم بقى كده يتعصبوا مع بعض، وهكون فرمه قرن فلفل كده احمر هنزل بيهم، يعني حاجه كده تعزز اللون معايا. بيدي طبعا طعم حلو، وكمان بيدي لون حلو. طبعا لو متاح فلفل الوان بيكون حلو قوي في العصاج بصراحة، من الحاجات اللي بتديله طعم حلو ولون، وكمان بتضاعف الكمية. معايا بقى هنا كيلو من المكرونة، اللي هي المكرونة دي اللي انتوا شايفين تقريبا اسمها صدف او صدفية، حاجة زي كده، زي الاسم حاجة زي كده. انا مش متذكرة الاسم قوي لان انا مش بجيبها كتير. طبعا اللحمة بتتعصج معايا والمكرونة في نفس الوقت. هي الاكلة سريعة قوي سهلة قوي، يعني بجد من الحاجات اللي هي مناسبة للحر، ومش بتقفي في المطبخ كتير، ومفيش مواعين كتير. ليها مميزاتها بصراحة. بس برضه هنشوف في الاخر هي الاحلى ولا المكرونة المصري بتاعتنا. معايا بقى الصوص الجميل الحلو قوي التركي اللي هنحطه على وش الأكلة بتاعتنا، على وش المكرونة والعصاج. معايا 3 فصوص من الثوم، 3 علب زبادي، نص كوباية طحينة. ممكن ما تحطوش الطحينة عادي، بس هي الطريقة معمولة كده وانا بعملها زي ما هي معمولة. تمام. هقلب بقى كده الخليط ده كده كويس قوي. ممكن نحط عليه شوية خل وعصرة ليمون. انا حطيت شوية خل وعصرت ليمونة صغيرة. احط شوية ملح، وهتبل بقى بشوية فلفل اسمر وبابريكا عندي اساسي، بحب لونها قوي في الاكل. وهقلب كده المكونات واكون محضره